السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادنا حبايبنا طلبة تانية ثانوي، تعالى بقى يا بتاع تانية ثانوي انت، سواء كنت علمي أو أدبي، تعالى أقول لك كلمتين قبل ما نخش في المنهج خالص. معاكم مؤمن حسن مدرس رياضيات، وإن شاء الله المنهج بتاعنا منهج لطيف جدا. منهج السنة دي بتاع سنة تانية ثانوي مش منهج صعب ولا حاجة. احنا عندنا منهج من فضل ربنا علينا حلو قوي قوي قوي. المنهج المشترك ما بين أدبي وعلمي حلو قوي قوي، سهل جدا، مبسط. كل القصة انك هتراجع شويتين ثلاثة كل الرياضات اللي خدتها قبل كده. يعني هنراجع على شوية حساب مثلثات بتوع أولى ثانوي ونزود تكة كده صغيرة، هنراجع على شوية الجبر بتوع أولى ثانوي وتالتة إعدادي وتانية إعدادي ونزود حتتين صغيرين كده ولا حاجة، وهكذا في باقي الفروع. طالب علمي أنت ليك قصة تانية، عندك بقى رياضة تطبيقية موضوع تاني خالص، ليه فيديوهات لوحده بإذن الله. فتعالوا كده نتوكل على الله. بس أنا عايز أقول لك خد بالك من حاجة مهمة قوي. أنت رايح السنة الجاية إن شاء الله سنة كام؟ رايح سنة تالتة. طب أنا طالب علمي، يبقى أنت لازم تكون أساسا متأسس رياضيات كويس عشان تعرف تدرس الرياضة وتعرف تدرس الفيزياء وتعرف تدرس الكيمياء في سنة تالتة. طب أنا طالب أدبي، برضه محتاج تكون متأسس كويس عشان عندك إحصاء السنة الجاية. المواد دي يا ولاد عليها درجات كبيرة، المواد دي عليها 60 درجة في ثانوية عامة، فبالتبعية لازم تكون في سنة تانية متأسس كويس. عشان إحنا بنعاني مع طالب سنة تالتة دايما في إيه؟ أنا بكلمك بقى كمدرس وبيعاني مع طلبة سنة تالتة. بنعاني مع طالب سنة تالتة أدبي ومع طالب سنة تالتة علمي إن تأسيسهم سيء، فبنقعد نعيد ونزيد لما يعني بيطلعوا عينينا، لدرجة ان احنا احيانا بنعمل اختبارات قبول، هنقبلك ولا لا؟ لان في ناس بتبقى طالعة ما تعرفش اي حاجة عن اي حاجة، فالكلام ده ما ينفعش. طيب نمسك كده منهجنا واحدة واحدة. احنا النهاردة مع الرياضة البحتة. طب احنا الرياضة البحتة عندنا في جواها ايه؟ والله عندنا جبر، وعندنا التفاضل، وعندنا حساب المثلثات. حلو قوي الكلام ده. طب احنا عندنا منهج جبر صغير ولا منهج جبر ضخم؟ حلو قوي. كبير بس سهل. يعني منهج ضخم، المنهج ضخم. طب صعب؟ لا، ما فيهوش صعوبات خاصه. يعني المنهج محتواه لطيف، دماغك تقدر تستوعبه سواء كنت طالب ادبي او طالب علمي. تعالى كده نتوكل على الله ونسمي الله ونبدا منهجنا. احنا منهجنا مقسوم لجزئين. الجزء الاولاني اسمه الدوال الحقيقيه. الدوال الحقيقيه، واول حاجه في الدوال الحقيقيه مجال الداله. طب بالراحه كده، يعني ايه كلمة مجال دي؟ معناها ايه؟ المجال عايز اجيبها لك بالبلدي عشان تقدر تستوعب الرقم اللي لما نعوض بيه جوه الدالة يطلع ناتج. مش عايز اقول لك التعريفات الرياضيه، هو المسقط السيني للداله، هو المسقط الاول للداله، هو صوره الداله على محور السينات. مش عايز اقول لك الكلمات التخينه دي. رقم نعوض بيه جوه الداله، بس خد بالك لازم يكون عدد حقيقي. نعوض بيه جوه الداله يطلع لنا ناتج، يبقى لو طلع ناتج يبقى ده ينتمي لمجال الداله. طب انا هقسم لك الدوال شويه انواع كده لطيفه، بس خد بالك الاسامي دي بيني وبينك، يعني الاسامي دي انا اللي بقترحها عليك، مفيش اسم اسمه كده، واخد بالك حضرتك؟ ده مجرد اسامي كده هنسميها عشان نقدر نستوعب سوا نجيب مجال الداله ازاي. هيجيب لي في الامتحان داله وانا هطلع المجال بتاعها. عشان اطلع مجال الداله دي لازم اكون فاهم ان الدوال دي اشكال، ليها شويه اشكال. تعالى كده نتعرف على اول شكل للداله. بص معايا كده يا ابني على الداله دي. دالة س بتساوي س زائد 3 على 3 س تربيع ناقص س ناقص 2. ايه الدالة دي حضرتك؟ ايه الدالة دي يا مستر؟ والله الدالة دي يا ابني اسمها دالة كسرية. ليه؟ علشان بتتكون من بسط ومقام، بسط ومقام، ولا تحتوي على جذر زوجي. يعني ايه كلمة جذر زوجي دي يا مستر؟ كلمة جذر زوجي دي يا صديقي اللي هي ايه؟ اللي هي جذر دليله عدد زوجي، يعني جذر تربيعي او جذر رابع او جذر سادس
أو جذر تامن، دي كلها اسمها جذور زوجية. عشان الدالة تكون كسرية لازم تكون بسط ومقام ولا تحتوي على جذور زوجية. حلو الكلام؟ ما يكونش فيها في البسط ولا في المقام جذر زوجي. لو فيها في البسط أو المقام جذر زوجي هتبقى حاجة تانية. لو ما كانتش على صورة كسر هتبقى حاجة تانية. طب لو توفر فيها الشرطين دول تاخد لقب دالة كسرية. طيب لما تاخد لقب دالة كسرية بقى بالصلاة على النبي أجيب مجالها إزاي؟ ولا تزعل نفسك، القاعدة اهي. مجال الدالة الكسرية فرق أصفار المقام. تاني، متى تكون الدالة كسرية؟ لما تكون بسط ومقام ولا تحتوي على جذور زوجية. ده كلام جميل. طب لو فيها جذر فردي يا مستر ما يضرنيش، ينفع دالة كسرية فيها جذر فردي، جذر تكعيبي، جذر خامس، جذر سابع، ايوه ينفع. طب ينفع تكون دالة كسرية وهي مش على صورة بسط ومقام؟ لا ما ينفعش. طب ينفع تكون دالة كسرية وهي فيها جذر تربيعي أو جذر رابع أو جذر سادس؟ لا ما تنفعش. طب لو بقت دالة كسرية أجيب مجالها إزاي؟ ولا تزعل نفسك، فرق أصفار المقام. مش مجمعها يا مس، تعالى معايا كده. مش دي دالة كسرية؟ بص كويس، كسرية ولا لأ؟ ليه؟ أصلها بسط ومقام، وإيه كمان؟ لا تحتوي على جذور زوجية. طب أعمل إيه؟ أخد المقام ده أساويه بالصفر. ليه؟ عشان أجيب أصفار المقام، لأن ما ينفعش مقام الكسر يكون صفر. طول عمرنا من وإحنا صغيرين بنقول لك إيه؟ القسمة على صفر ليس لها معنى. يبقى ما ينفعش المقام ده يبقى صفر، واخد بالك؟ فعشان أجيب الأرقام اللي تخلي المقام ده يبقى صفر هاخد المقام ده أصلا أساويه بصفر، اللي هو 3 س تربيع ناقص س ناقص 2. هاخده أساويه بكام يا بطل؟ بصفر. ليه يا مستر؟ عشان أجيب أصفار المقام، عشان أقول له المجال كل الأعداد الحقيقية ما عدا الرقمين دول، وبعدين هحلل المقدار ده. يجي طالب يقول لي أنا بحلله يدوي، أقول له مال، تعال نحلل المقدار ده يدوي سوا. ال3 س تربيع هتتحلل 3 س في س. طب والاثنين؟ والله يا مستر الاثنين هتتحلل 2 في 1. جميل كده. الوسطين ب2 س، الطرفين ب3 س، طرحهم يديني س. كده مظبوط. نظبط الاشارات بقى. اشاره الاخير سالبه، يبقى واحده موجب واحده سالب، والرقم الكبير بياخد اشاره الاوسط. الرقم الكبير هنا الواحد يا اولاد مش الاثنين، لانه مضروب في ال3 س فمديني 3 س، ياخد اشاره الاوسط اللي هي سالب، وده ياخد العكس. ده كلام جميل. دلوقتي يا مستر انا مش عايز احللها كده، انا عايز احللها على الاله. طب ومال نحللها على الاله؟ هنقول شيفت، هنقول مود 3 1. احنا كده اخترنا نظام التحليل، وبعدين هندخل الاي والبي والسي، معامل السين تربيع والسين والحد المطلق، وبعدين نقول يساوي، هتدينا x1 equals 1 و x2 equals negative 2 over 3. يعني هتديني دلوقتي السينات مباشرة. لو انا محلل يدوي من القوس ده هتطلع لي س بتساوي، يلا قول، نودي الاثنين بعكس الاشاره يبقى سالب 2، ونجيب الثلاثه اسم يبقى على 3، وهنا هتبقى س بتساوي 1. يبقى اصفار المقام كذا وكذا. الرقمين دول اللي لو عوضت بيهم في المقام يخلوا لك المقام يطلع كام؟ يطلع صفر. انت مش عايز المقام يطلع صفر، يبقى نقدر دلوقتي ببساطه نقول مجال دالة س. ايه ده؟ هي ميم نقطة دالة س دي تقرأ مجال دالة س؟ اختصار مجال دالة س. القاعدة بتقول لك ايه؟ طب دي جميع الأعداد الحقيقية، فرق يعني ما عدا الرقمين دول، لأن الرقمين دول اللي هي مجموعة أصفار المقام اللي يخلوا المقام يبقى صفر ما ينفعونيش. بس كده يا سيدي. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ ما فيهوش اي حاجه، الموضوع سهل جدا. طيب داله زي ده يا مستر ما هي داله كسريه برضه؟ اقول لك صح. ليه داله كسريه؟ قول لي تاني، يلا قول تاني. يا مستر بسط ومقام ولا تحتوي على جذور زوجيه. جميل، يبقى دي داله ايه؟ داله كسريه. طب يلا ناخد المقام كده نساويه بالصفر يا بطل زي ما عملنا في المساله اللي فاتت.
عشان نوجد أصفار المقام، نجيب مجموعة أصفار المقام. يلا ناخد المقام ده بنساويه بصفر، هنقول له نفرض إن س تربيع زائد 9 بتساوي صفر. يلا نودي التسعة بعكس الإشارة، بقت س تربيع بتساوي -9، يعني س بتساوي جذر -9. أنا راضي ضميرك، هل في جذر حقيقي لعدد سالب؟ تقول له يا مستر خدناه السنة اللي فاتت. أقول لك يا كذاب، جذر العدد السالب اسمه عدد تخيلي، واحنا الدوال اللي بنتعامل معاها السنة دي الترم ده اسمها الدوال الحقيقية، مش الدوال المركبة أو الدوال التخيلية دي ما بنتعاملش معاها. يبقى جذر -9 ده ماله يا بطل؟ ده مرفوض. إيه ده؟ يعني الدالة دي ملهاش مجال؟ لا يا أخي، بطل افهم بقى، الدالة دي مش ملهاش مجال، الدالة دي ملهاش أصفار مقام، ما فيهاش أصفار مقام. أمال يبقى المجال إيه؟ هي القاعدة بتقول المجال إيه؟ ح فرق أصفار المقام. طب هو أنا ما عنديش ح ولا ما عنديش أصفار؟ لا أنا ما عنديش أصفار، يبقى المجال بتاعي إيه؟ ح من غير فرق أصفار المقام. يبقى أنا أقدر دلوقتي أقول له مجال دالة س بيساوي ح. ادي مجال داله س يا سيدي بكل بساطه. يبقى الداله الكسريه، لخص لي الكلام يلا قول لي الداله الكسريه متى يقال الداله انها كسريه؟ والله يا مستر لما تكون بسط ومقام وايه كمان؟ ايه كمان؟ لا تحتوي على جذور زوجيه، ما فيهاش ولا جذر تربيعي ولا جذر رابع ولا جذر سادس. امال لو فيها جذور لا ده لسه جايه يا بطل. يبقى كده احنا خلصنا من الداله الكسريه اللي مجالها ح فرق أصفار المقام. أدي أول شكل للدالة الكسرية، سواء كان بقى المقام بتاعها بيتحلل أو المقام بتاعها ما بيتحللش. الحالتين قدامك والحالتين أنت عارفهم كويس أهم. أدي واحدة مقامها بيتحلل ودي التانية مقامها ما بيتحللش. تعال نشوف الدالة التانية. تاني دالة معانا في الدوال الكسرية، الدوال الحقيقية، أنا مسميها الدالة الإيه؟ الجذرية. هل في اسم في الكتاب كده الدالة الجذرية؟ لا مفيش، أنا مسميها كده بس عشان أثبتها في دماغك. ده تاني شكل للدالة. متى يقال للدالة أنها جذرية؟ مش أنت من شوية كنت بتقول لي لو الدالة فيها جذر يبقى شكلها إزاي؟ مش هتبقى دالة كسرية، أمال يبقى اسمها دالة إيه؟ هيبقى اسمها دالة جذرية. إيه شروطها؟ بص معايا كده على أول شرط، لازم تقع بكاملها تحت الجذر. لازم الدالة كلها بأرقامها وسيناتها وإشاراتها والأسس وكل حاجة، الدالة كده بكل حالها تكون موجودة فين؟ جوه الجذر. طب ده كلام جميل خالص. إيه في شرط تاني؟ لازم يكون دليل الجذر عدد زوجي. فاكر ده كان ممنوع فين؟ ده كان ممنوع في الدالة الكسرية، بقى مسموح بيه فين؟ في الدالة الجذرية. تعال نجيب مجال الدالة دي كده يا بطل. الدالة اللي قدامك اهي، بص عليها كده، واخد بالك؟ دي جذر 2 س ناقص 8. ده كلام جميل خالص. بس طب الدالة دي بتقع بكاملها تحت الجذر، جدع. ودليل الجذر ده 2، ده جذر تربيعي، الدليل بتاعه 2 بس ما بتتكتبش. يبقى الدالة دي متحقق فيها الشرطين دول، تاخد لقب دالة ايه؟ جذرية. طب نجيب مجالها ازاي؟ ابسط مما تتخيل. مجال الدالة الجذرية حل المتباينة الصفرية. مجال الدالة الجذرية حل المتباينة الصفرية. يعني ايه متباينة صفرية يا مستر؟ انا مش فاكر الكلام ده، انا مأجز من زمان، من ايام ما كنت في ثالثه اعدادي، اجزت اولى ثانوي كلها ولسه جاي لكم سنه ثانيه ثانوي طازه. طب تعالى اما افكرك، ناخد اللي جوه الجذر كله اللي هو كام؟ اللي هو 2 س ناقص 8. ادي اللي جوه الجذر، ونقول اكبر من او يساوي صفر. وبكده انا حولتها الى متباينه عشان فيها اكبر من، والصفريه عشان اكبر من او تساوي صفر. طب ودي بتتحل ازاي يا مستر؟ يا عم دي سهله خالص، ده اي طفل في سنه اولى اعدادي هيحلها. هيقول لي نرفع الثمانيه بعكس الاشاره فتبقى 2 س اكبر من او تساوي 8. هنقسم على الاثنين هنا وهنا، هنقسم هنا على الاثنين وهنقسم هنا على الاثنين، فهنلاقي اللي ظهر معانا ايه يا بطل؟
الاتنين طارت مع الاتنين وأصبح معانا س أكبر من أو تساوي 8 على الاتنين فيها الأربعة. س أكبر من 4. طب وأنا هجيب مجال دي إزاي؟ تعال أما أفكرك كده، أنت كنت بتحل المتباينة إزاي وأنت في سنة أولى إعدادي؟ طبعا أنا عارف فيكم ناس خلصوها من بدري وقالوا يعني 4 مغلقة إلى ما لا نهاية، لكن لو أنت مش واخد بالك، إيه رأيك يا جميل لو رسمنا خط أعداد كده سوا نحط عليه المتباينة دي؟ 4، ادي الأربعة في وسط الخط يا مستر. طب مفتوحة ولا مظللة؟ لا مظللة يا مستر. ليه يا حبيبي؟ عشان يساوي، اللي يساوي يعني الأربعة نفسها معانا. طب أكبر من، أمشي ناحية اليمين ولا أمشي ناحية الشمال؟ يا مستر العلامة فاتحة بقها يمين، أكبر من 4 يبقى 5 و6 إلى ما لا نهاية. كل ده معانا في المجال، الحتة دي كلها معانا في المجال. يبقى المجال بتاعنا من أول كام لغاية كام؟ يبقى مجال دالة س. لو عايزين نكتب بقى المجال دلوقتي هنلاقي نفسنا بنقول مجال دالة س بيساوي من أول 4 المغلقة لغاية ما لا نهاية. بس كده يا بطل. شوف سهلة ازاي؟ سهلة قوي، مفيهاش أي حاجة. من أجمل الدوال وأسهل الدوال اللي ممكن تتعامل معاها الدالة الجذرية. طب يلا نشوف مثال تاني. يلا نشوف كمان مثال على الدالة الجذرية. احنا فاكرين شروطها؟ فاكرين شروطها؟ قول لي تاني. تقع بكاملها تحت الجذر، وايه كمان؟ دليل الجذر عدد زوجي. حلو قوي. طب الكلام ده منطبق هنا على الداله دي. بص كده، والله دي تقع بكاملها تحت الجذر. دليل الجذر 4 ده عددا زوجيا. يبقى الداله اللي قدامي دي داله ايه؟ داله جذريه. طب يلا نحل سوا بقى يا بطل. هناخد اللي جوه الجذر نعمله متباينه صفريه. يلا بينا. ايه اللي جوه الجذر؟ مليني. 12 ناقص 6 س أكبر من أو تساوي 0. أنا كتبت وراك أهو. يلا قول. أنت هتقول وأنا هكتب اللي أنت هتقوله، عشان أنا عارف إنك هتحلها صح وتقدر توقف الفيديو وتحلها بإيدك صح وبعدين تراجع معايا. يلا يا بطل. ودي ال 12 بعكس الإشارة يا مستر. حاضر. يبقى سالب 6 س أكبر من أو تساوي سالب 12. هنقسم على كام؟ هنقسم على الرقم اللي جنب السين يا مستر، اللي هو كام؟ اللي هو سالب 6. طب ما يلا نقسم الطرفين على سالب 6 كده. لما نقسم هنا على سالب 6 يا اولاد هنقول على السالب 6 فاضل معانا مين؟ فاضل معانا السين. على السالب 6 فيها الاثنين، وانا عارف ان انت شاطر ومش هتشرب المقلب ده. اوعى تشرب المقلب ده يا طالب تانية سنة. ولا خد بالك بقى. تعالى يا تعال. انت قسمت على كام؟ على سالب. وطالما قسمت على سالب يبقى لازم اعكس علامة التباين. لازم اعكس علامة التباين. الاكبر من بقت اصغر من. عند القسم على سالب نعكس علامة التباين. الضرب في سالب يعكس علامة التباين. كنا بنقولها لطلبة اولى اعدادي دي. يبقى لما نيجي نرسم هنا خط الاعداد دلوقتي هنلاقي خط الاعداد بتاعنا اهو يا باشا. من اول خالتك سالب ما لا نهاية لغاية عمتك موجب ما لا نهاية. هنحط الاتنين في وسطيها ادي الاتنين. ومظللة. مظللة ليه؟ علشان العلامة فيها يساوي. ما ينفعش من غير يساوي. جاية ما تقلقش. طب امشي يمين ولا شمال؟ انا طالع من الاتنين اهو. امشي يمين ولا شمال؟ مستر العلامة فاتحة بقها شمال. امشي شمال. عيني. لغاية فين؟ لغاية خالته سالب ما لا نهاية. كل ده معايا في المجال. طب لما اجي اكتب مجال دالة س، ايه رأيك انت بقى؟ ملين المجال ده كده. هرك اسود. هو اللي انا سمعته ده صح؟ اللي انا سمعته ده في حلوف وحلوفة ساقطين والاعدادي وبيقول المجال من اول 2 لغاية سالب ما لا نهاية؟ في حلوف قال كده؟ يا مستر ما قدامك اهي. يا عم انت مجنون. هو في فترة بتتقري من اليمين للشمال؟ انت مجنون. الفترات بتتقري من الصغير للكبير مش من الكبير للصغير. لما جينا قرينا الفترة اللي فاتت، تعالى كده نرجع للمسألة اللي فاتت. قرينا منين؟ من 4 إلى ما لا نهاية. من الصغير للكبير. طب لما نيجي نقرأ هنا
يلا نقرأ المجال سوا من الصغير للكبير. يبقى من أول سالب ما لا نهاية اللي طول عمرها إيه؟ مفتوحة لغاية الاتنين المغلقة. بس كده ادي الدالة الجذرية يا سيدي. عسل. راجع لي الدالتين اللي فاتوا. يلا راجع الدالتين. متى يقال لدالة أنها كسرية؟ يلا عد على صوابعك. تكون على صورة بسط ومقام، لا تحتوي على جذور زوجية، مجالها فرق أصفار المقام. متى يقال لدالة أنها جذرية؟ تقع بكاملها تحت الجذر، دليل الجذر، عدد زوجي، مجالها حل المتباينة الصفرية. طب تعال نشوف الدالة الثالثة دي، هتعجبك قوي. الدالة الثالثة دي أنا يعني من الدوال اللي بتعجب طلبة سنة تانية قوي قوي قوي. اسمها الدالة إيه؟ كثيرة الحدود. يعني إيه دالة كثيرة؟ فيها حدود كتيرة يا مستر؟ لا يا ابني، مش فيها حدود كتيرة. دالة كثيرة الحدود مش معناها فيها حدود كتيرة. أمال دالة كثيرة الحدود دي معناها إيه؟ ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كما نزيد سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدالة كثيرة الحدود لا تحتوي على كسور ولا تحتوي على جذور زوجية. يعني ما يكونش فيها بسط ومقام فيهم سينات، ما يكونش فيها جذر زوجي ولا ده ولا ده. لو الشرطين دول تحققوا ما تفكرش كتير. القاعدة بتقول لك اوعى تفكر، مجالها بدون تفكير وبدون خطوات للحل، مجالها على طول. ايوه على طول. وريني كده يا مستر الامثله دي. تعالى يا باشا. دالة س بتساوي 3. في كسور؟ لا. في جذور زوجيه؟ لا. يبقى الداله دي داله كثيره حدود، وطالما كثيره حدود يبقى مجالها ايه ده بس كده؟ مستر ودي تيجي في امتحان؟ ايوه تيجي في امتحان. ما تجيش ليه؟ مش داله من الدوال اللي عليك؟ تيجي عادي جدا، بس دي سهله قوي. ومين قال لك ان الامتحان صعب اصلا؟ هو حد قال لك ان الامتحان صعب اصلا؟ بس انت تبقى مستوعب منهجك هتلاقي المسائل كلها سهله ان شاء الله. طب الداله دي 2 س تربيع ناقص 5 س ناقص 3، هل فيها كسر؟ لا. طيب فيها جذر زوجي؟ لا. تبقى كسرة حدود، وطالما كسرة حدود مجالها كده مباشرة على طول. دالة س بتساوي، فاكر دي ولا فاكر لما قلت لك الجذر الفردي ما يضرنيش؟ الجذر التكعيبي. الجذر الايه؟ التكعيبي. الجذر التكعيبي الكام؟ الجذر التكعيبي ل 2 س ناقص 8. الجذر التكعيبي، الجذر الخامس، الجذر السابع، الجذر التاسع. اي جذر دليله فردي اسمه جذر فردي، لا يضر ولا ينفع في درس المجال. يبقى الدالة دي لا تحتوي على كسور، لا تحتوي على جذور زوجية، يبقى دالة كثيرة حدود، وطالما كثيرة حدود يبقى مجالها يبقى الدالة دي مجالها صلينا على سيدنا النبي. كم دالة كده؟ دول كده 3 دوال. دول كده كم دالة جميل؟ دول 3 دوال. خد بالك دول ال3 دوال الأساسية اللي هم الدالة الكسرية والدالة الجذرية والدالة كثيرة الحدود. دول ال3 الأساسيين. عدهم تاني معايا على صوابعك. متى يقال لدالة أنها كسرية؟ يلا قول معايا عشان نكرر. بسط ومقام، لا تحتوي على جذور زوجية، مجالها فرق أصفار المقام. متى يقال لدالة أنها جذرية؟ تقع بكاملها تحت الجذر ودليل الجذر، عدد زوجي، مجالها ايه؟ حل المتباينة الصفرية. ناخد اللي تحت الجذر كله ونقول أكبر من أو يساوي صفر. الدالة كثيرة الحدود لا تحتوي على كسور ولا تحتوي على جذور زوجية، ويبقى مجالها ايه؟ مجالها بدون خطوات وبدون تفكير. تعال بقى نعمل شوية تشكيلات من الدوال دي. يعني ناخد شرط من دي على شرط من دي ونعمل دالة جديدة ونقترح لها كده اسم سوا. هي ملهاش اسم ولا حاجة. يعني زي الدالة اللي أنا مسميها رقم 4 دي، أنا شخصيا بطلق عليها الدالة شبه الجذرية. الدالة دي شبه الدالة الجذرية. شبهها في إيه؟ في الشكل يا مستر؟ لا. تعال بص كده لشكلها. بص للشكل ده كده معايا. هل الشكل ده شبه الدالة
الجذريه؟ لا خالص. الداله الجذريه تقع بكاملها تحت الجذر، دي ما بتقعش بكاملها تحت الجذر. امال شبهها في ايه؟ شبهها في طريقه الحل، شبهها في طريقه الاجابه. الداله الجذريه كنت بتجيبها ازاي؟ كنت بجيبها حل المتباينه الصفريه. تمام. طب والداله دي هنجيبها ازاي؟ تعالى لما اقول لك. بس يلا ادفع كده، صلي على سيدنا النبي الاول وانا اعلمك. لو الداله بسط ومقام، مش ده شرط من شروط الداله الكسريه؟ البسط بتاعها يبقى داله كثيره حدود. لازم البسط يكون داله كثيره حدود. اللي هي انهي؟ اللي لسه قايلينها اللي ما فيهاش ولا كسور ولا جذور زوجيه دي. ايوه هي دي. المقام يبقى داله جذريه، يا صلاه النبي، يعني فيها شرط من الداله الكسريه وشرط من الداله الجذريه وشرط من الداله كثيره الحدود. وريني شكلها مصر اهي. بص كده، ادي شرطه الكسر، بسط ومقام، ده من شروط الداله الكسريه. المقام يقع بكامله تحت الجذر، ادي المقام داله جذريه، البسط داله كثيره حدود. طب وده انا هجيب مجالها ازاي؟ بطريقه شبه طريقه الداله الجذريه جدا. هناخد المقام اللي جوه الجذر ده، ونقول 2 س زائد 8 اكبر من، بس من غير يساوي. ليه يا مستر من غير يساوي؟ صديقي بس بالراحه على نفسك. هو ينفع المقام يبقى صفر؟ لا ليه؟ عشان القسمة على صفر ليس لها معنى، يبقى بالتبعية عشان كده قلت لا يساوي أكبر من غير يساوي، أكبر من غير يساوي، عشان ما ينفعش المقام ده يبقى بيساوي صفر، لأن القسمة على صفر ليس لها معنى. طب يلا نحل المتباينة دي يا مستر. هنودي التمانية بعكس الإشارة، يبقى 2 س أكبر من سالب 8. يلا نقسم على كام؟ على الاتنين. على الاتنين فيها السين أكبر من، على الاتنين سالب 4. يبقى السين أكبر من كام؟ من سالب 4. يبقى لما نيجي نجيب مجال الدالة دي هنلاقي نفسنا بنقول ليه ما عكسناش الإشارة بالمناسبة يا ابني؟ ليه ما عملتش الأكبر أصغر؟ يا مستر ما قسمناش على سالب. يبقى مجال الدالة دي إيه؟ ده مجالها سهل خالص. مجال دالة س بيساوي، تعال نقرأ بقى القاعدة. مجال الدالة الشبه جذرية حل المتباينة الشبه صفرية. عملنا متباينة شبه الصفرية، نعمل لها خط أعداد؟ ماشي، يلا نعمل لها خط أعداد. أهو أدي خالته سالب ما لا نهاية، وأدي عمته ما لا نهاية، من عند السالب 4 المفتوحة. ليه مفتوحة؟ مفتوحة ليه دي؟ عشان العلامة ما فيهاش يساوي. طب أكبر من، يبقى نمشي يمين أهو لغاية ما لا نهاية، لغاية عمته ما لا نهاية. كل ده معايا في المجال. يبقى المجال من أول كام لغاية كام؟ يلا قول يا بطل. من أول سالب 4 المفتوحة لغاية ما لا نهاية المفتوح. طب ينفع نقول من ما لا نهاية لسالب 4؟ غلط طبعا يا مستر. من الصغير للكبير، من سالب 4 المفتوحة إلى ما لا نهاية. مسألة كمان يا مستر والنبي حاضر عيني، بس كده ما تقول لا إله إلا الله. تعال نشوف المسألة دي. بص كده للدالة اللي قدامك دي، جميل. يلا اختار انت بقى. الدالة دي كسرية ولا جذرية ولا كثيرة حدود ولا شبه جذرية؟ يلا اختار انت. قررت؟ جدع. الدالة دي دالة ايه؟ شبه جذرية. ليه؟ والله يا مستر احنا قلنا ان شبه جذرية دي برضه عشان ايه؟ في ناس مخها على قده، هيروح يفتح الكتاب يدور على دالة اسمها ايه؟ الشبه جذرية. مفيش دالة اسمها شبه جذرية، ده اسم احنا مقترحينه سوا عشان نثبت بس انواع الدوال لغاية ما عظمك ينشف شوية كده وتعرف تفرق الدوال لوحدك. مقسمينهم كسرية وجذرية وكسرة حدود وشبه جذرية وجذرية شاذة لغاية ما انت بس تعرف اشكالهم بعينك. انما دي اسامي ما بيني وما بينك، مفيش اسم في الكتاب كده، واخد بالك انت؟ تعال معايا جميل. الدالة دي بسط ومقام،
10 على 10. البسط دالة كثيرة حدود، الله ينور. المقام دالة جذرية، يبقى الدالة دي فيها كم شرط؟ 3. يبقى الدالة دي اسمها الدالة الشبه جذرية. بنجيب مجالها ازاي يا بطل؟ يا مستر سهلة بقى، خلاص اتعلمناها في اللي فاتت. هناخد اللي تحت الجذر اللي هو كام؟ اللي هو 12 ناقص 4 س، ونقول اكبر من، حط يساوي. اوعى مستر، حاضر بس ما تزعقش. اكبر من بس من غير يساوي، عشان ده مقام فما ينفعش يكون بيساوي صفر. حاضر، ادي الصفر يا باشا. يلا حلو. هودي ال 12 بعكس الاشاره، ماشي. يبقى سالب 4 س اكبر من سالب 12. هتقسم على كام يا سيدنا؟ يا مستر هقسم على سالب 4. ولما تقسم على سالب لازم تعمل ايه يا مولانا؟ لازم اعكس علامه التباين. جدع، شاطر. بلا خيبه. ادي عكس علامه التباين. على السالب 4 فيها السين، على السالب 4 فيها التلاتة. خط اعداد والله يا مستر عشان اطلع مجموعه الحل. ومال، ادي خط الاعداد يا صديقي، وادي خالته سالب ما لا نهايه، وادي عمته ما لا نهايه، وادي التلاتة في وسط الخط. قول لي بقى مفتوحه ولا مغلقه؟ مفتوحه يا مستر عشان مفيش يساوي. طب امشي يمين ولا شمال؟ شمال لغايه خالته سالب ما لا نهايه. كل ده معايا في المجال. عاش يا بطل. اقرا يلا الفتره من اول سالب ما لا نهايه لغايه 3. الله ينور. يبقى نقدر دلوقتي نقول له مجال دالة س بيساوي من اول كام لغايه كام؟ من اول سالب ما لا نهايه المفتوحه لغايه 3 المفتوحه. 3 دي مفتوحه، نهار اسود، المستر غلط يا اخوانا. المستر كتب ايه؟ كتب 3. احنا بنقول من سالب ما لا نهايه لغايه 3 المفتوح. بس كده يا مولانا. وادي الخط اللي اتمسح مننا اهو، اهو، ولا تزعل روحك. وادي شويه التظليل اللي اتمسحوا اهو، عادي جدا، ولا فرقه معانا. في مشاكل؟ الدنيا سهله خالص. يبقى الداله الشبه جذريه دي داله لطيفه جدا وما فيهاش مشاكل. احنا كده اتعلمنا كام داله جميل؟ اتعلمنا 4 اشكال دوال: كسريه، جذريه، كثيره حدود، شبه جذريه. تعال نشوف الداله الخامسه كده يا بطل. الداله الخامسه، الداله الخامسه دي داله ايه؟ اعصابك حديد؟ صحتك تمام؟ عشان الداله دي هتشمل حته من سنه اولى على حته من سنه ثالثه اعدادي على حته من سنه ثانيه ثانوي، ميكس كده. انا مسميها، خد بالك الاسم ده من عندنا بس لغايه ما انت تعرف الكم معلومه دول. انا مسميها الداله الجذريه الشاذه. هي جذريه؟ اشمعنى مثلا؟ اهي تقع بكاملها تحت الجذر. تقع بكاملها تحت الجذر. وايه كمان؟ استنى كده اما نشوف المساله اللي قبلها اهي. تقع بكاملها تحت الجذر، وايه كمان؟ دليل الجذر عدد زوجي. مش دي شروط الداله الجذريه؟ يا مستر ما هي داله جذريه عاديه اهي، امال انت بتقول عليها شاذه ليه؟ بص كده جوه الجذر في ايه يا باشا؟ س تربيع. يعني جوه الجذر في مقدار من الدرجه الثانيه، سواء كان المقدار ده بقى مقدار ثلاثي، فرق بين مربعين. المهم ان في جوه الجذر بتاعنا مقدار من الدرجه الثانيه، في س اس 2. استنى يا مستر بس جمع معلوماتي كده بالراحه، عشان بالبلدي والنبي يا مستر، عشان انتوا بتقولوا كلام بالرياضيات كده تخين ما بيدخلش دماغ. بالبلدي كده، طب بس بسيط. لما تلاقي الداله بتاعتك داله جذريه وجوه الجذر س تربيع، تفهم ان دي مش جذريه عاديه، دي جذريه شاذه. شاذه في ايه؟ شاذه في طريقه ايجاد حل المتباينه بتاعتها. لان متباينه الدرجه الثانيه، انا لما اجي اخد المقدار ده اللي هو س تربيع ناقص 6 س
ناقص 7. المقدار ده لو أنا قلت أكبر من أو يساوي 0 أنا كده عملته متباينة من متباينات الدرجة الثانية اللي خدناها في سنة أولى ثانوي. والمتباينة دي كانت بتتحل إزاي؟ كنا بنشيل علامة التباين ونحط مكانها يساوي عشان نجيب المعادلة الخطية أو المعادلة الحدية للمتباينة. من غير ما نخش في تفاصيل تخينة هنشيل علامة التباين ونحط يساوي. يعني هتبقى س تربيع ناقص 6 س ناقص 7 تساوي 0. مستر المقدار ده محتاج يتحلل، أحلله على الآلة براحتك، لا هحلله مانيوال براحتك، أنا هجيبها بالقانون العام صح بس هتطول. طب أنا أتصرف إزاي؟ دي سهلة، ممكن تحللها قوسين كده على طول أوام أوام، مش هتاخد معاك وقت. السين تربيع اتحللت لسين في سين، والسبعة اتحللت لسبعة في واحد، إشارة الأخير سالبة يبقى واحدة موجب واحدة سالب، والكبير بياخد إشارة الأوسط. من القوس الأول س بتساوي 7، من القوس الثاني س بتساوي -1. سامع واحد منكم بيقول يا مستر أنا التحليل بيضايقني، بتلخبط في الإشارات يا أخي. طب بلاش ما تعملهاش كده، اعملها على الآلة. يعني مسموح لي ان انا احلها على الآلة؟ يا سيدي مسموح لك تحلها على الآلة، ما انت درست طريقة الآلة في سنة أولى ثانوي وعلمناك تحللها على الآلة في سنة أولى ثانوي، ما عندكش مشاكل خالص. طب ما تصلي على سيدنا رسول الله. انا دلوقتي جبت الرقمين دول، اعمل ايه بعد كده يا مستر؟ لازم حضرتك ترسم خط الاعداد ده بتاع سنة أولى اللي هو بنبحث بيه إشارة الدالة. مش فاكره؟ طب ما تيجي اما افكرك. هنرسم خط اعداد من اول فين؟ يلا قول. من اول خالته سالب ما لا نهايه لغايه عمته موجب ما لا نهايه. حلو قوي. حط الرقمين على الخط يا بيه. والله الرقمين اللي معايا مستر -1 اهو، والسبعه اهي، ومغلقين عشان علامه اليساوي. طب حلو قوي الكلام ده. يلا نظبط الاشارات. اشارات ايه؟ مش فاكرها دي. كنا مدين لك قاعده في سنه اولى ثانوي نقول لك بين الجذرين عكس اشاره س تربيع الاصليه، بره الجذرين مثل اشاره س تربيع الاصليه. والله انا في سنه اولى ثانوي يا مستر كنت يعني انت عارف انا نمت صحيت على الامتحان الصراحه، مش فاكرها دي. طب يا عم بسيطه نفكرك. السين تربيع الاصليه اللي في اصل المساله اهي، ادي السين تربيع اللي في اصل المساله اهي. اشارتها ايه؟ موجب ولا سالب؟ والله يا مستر دي اشارتها هنا كده موجب، بس الموجب ما بتتكتبش عشان في بدايه الكلام. بس ده كل اللي انا عايزه منك، تشوف معامل س تربيع اشارته ايه. اشارته موجب يبقى بين الجذرين عكس، بره الجذرين مثل. تاني مثل بين الجذرين عكس إشارة س تربيع الأصلية، بره الجذرين مثل إشارة س تربيع الأصلية. وأنا استفدت إيه؟ يا مستر أنا بدور على المجال، تقول لي الإشارات موجب وسالب. حبيبي ما تزعلش، الدنيا سهلة خالص. المجال هنا الفترات اللي فيها إشارة موجبة، لأن الجذر التربيعي بيطلع الجذر التربيعي ما بيجيبش جذور للأعداد السالبة. يعني أنا دلوقتي أخد الفترة دي في المجال والفترة دي في المجال أيوه، يعني خط الأعداد كله معايا في المجال ما عدا الحتة اللي في النص دي ما تنفعنيش علشان الإشارات سالبة. دي ما تنفعنيش عشان الإشارات سالبة، عشان لو خدت رقم من هنا عوضت بيه جوه الجذر هيطلع لي ناتج سالب ومفيش جذر العدد سالب. ايوه كده يا سيدي. طيب اكتب المجال ده ازاي يا استاذ؟ سهله. مش انت عايز تكتب خط الاعداد كله ما عدا الحته دي؟ ما تقول مجال دالة س بيساوي. قول انت خط الاعداد كله معناها بالرياضيات الاعداد الحقيقيه، ما عدا معناها فرق. الحتة اللي في النص دي اللي هي من أول -1 لغاية 7
الأقواس بتاعتهم مغلقة، ومن خصائص علامة الفرق إنها بتعكس الأقواس اللي وراها. يعني القوس المغلق يبقى مفتوح، القوس المفتوح يبقى مغلق، من خصائص علامة الفرق. يبقى المجال بتاعنا الفترات اللي واخدة إشارات موجبة، الفترات اللي واخدة إشارات موجبة هي دي المجال بتاعنا يا صديقي. طلعت صعبة؟ ما فيهاش أي حاجة مستر، بس الحتة الأخرانية دي مرخمة على أعيدها لك تاني وأعيدها لك تالت. ورانا إيه؟ تعال، مش إحنا قلنا الخط ده كله خط الأعداد معناها؟ فالمجال خط الأعداد بالبلد أهي، بالبلد أهي، خط الأعداد كله ما عدا الفترة اللي فيها إشارات سالبة. أنا موافق. تعال نترجم ده من لغة عربية لرياض. خط الأعداد كله معناها إيه؟ ما عدا فرق الفترة اللي فيها إشارات سالبة من أول -1 لغاية 7. طب ليه الأقواس مفتوحة يا مستر؟ لأن من خصائص علامة الفرق إنها بتعكس الأقواس اللي وراها. أنت عارف المعلومة دي من سنة ثالثة إعدادي، من الترم الأول لما كنت بتاخد الفترات. مثال تاني يا مستر. حاضر، تعال نشوف مثال تاني يا سيدي. إيه المشكلة؟ بسم الله. الدالة اللي قدامك دي يا باشا، والله يا مستر هي دالة جذرية تقع بكاملها تحت الجذر، ودليل الجذر عدد زوجي. طب هي جذرية عادية، يعني انت تقدر تاخد اللي جوه الجذر ده وتقول أكبر من أو يساوي الصفر. تقدر تقول 4 ناقص س تربيع أكبر من أو تساوي الصفر. الدالة اللي قدامنا دي دالة جذرية شاذة لأنها جذر تربيع، دالة تقع بكاملها تحت الجذر، دليل الجذر عدد زوجي، جوه الجذر في س يا باشا، في س تربيع، وبالتبعية اسمها دالة جذرية شاذة. طيب بنحلها ازاي؟ والله يا مستر هناخد ده بقى نعمله معادلة صفرية. طيب يلا بينا ناخد ده نعمله معادلة صفرية. 4 ناقص س تربيع تساوي 0. عايز اجيب قيمة س يا مستر. حبيبي عندك طريقتين، والله عايز تحللها حللها، عايز تودي الأربعة بعكس الإشارة ودي، عايز تعملها على الآلة الحاسبة طريقة ثالثة اتكل، المهم انك تجيب لي قيمة س. مستر هودي الأربعة بعكس الإشارة أسهل حاجة. طيب يبقى سالب س تربيع بتساوي -4. السالب دي طارت مع السالب ده يا مستر، جدع. يبقى الس تربيع بتساوي 4، يبقى الس بتساوي جذر ال4 اللي هو بيساوي موجب أو -2. الله ينور عليك وعلى والديك، انت ماشي زي الفل. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ والله لازم نرسم خط الأعداد يا أستاذ عشان عندنا قيمتين لس. يلا نرسم خط الأعداد. ادي خط الأعداد يا مولانا. من أول فين؟ من أول خالته سالب ما لا نهاية لغاية عمته ما لا نهاية. يلا نحط الرقمين على الخط ومال. ادي -2 المغلقة عشان علامة اليساوي، وادي ال2 المغلقة عشان علامة اليساوي. دلوقتي انا عندي الخط 3 فترات. القاعدة بتقول لي بين الجذرين عكس إشارة س تربيع الأصلية بره الجذرين مثل إشارة س تربيع الأصلية. تاني، جوه الجذرين عكس إشارة س تربيع الأصلية بره الجذرين مثل إشارة س تربيع الأصلية. بص كده يا باشا، س تربيع الأصلية إشارتها إيه بقى؟ إشارتها سالب، يبقى عكسها موجب، يبقى اللي بين الجذرين ده إشاراته موجب. عكسها بره الجذرين مثلها. أنهي فترة اللي فيها المجال يا بطل؟ يا مستر أنت قلت الفترة اللي واخدة إشارات موجبة. طب المسألة اللي فاتت كانت الفترة اللي واخدة إشارات موجبة إيه؟ تعال نرجع لها. انزلي. ادي الفترة اللي فيها اشارات موجبة دي ودي، عشان كده قلنا الخط كله يعني ما عدا الفترة اللي فيها اشارات سالبة. طب تعال نبص لمسألتنا هنا.
بص كده معايا على الخط، فين الاشارات الموجبه؟ بوم، الاشارات الموجبه فتره واحده بس، من اول كام لغايه كام؟ من -2 لغايه 2. هنا بقى هتقول لي المجال فرق الفتره؟ لا طبعا. امال هتقول لي ايه يا مستر؟ هقول لك مجال دالة س بالصلاه على النبي كده، مجال دالة س بيساوي من اول كام؟ من اول -2 لغايه -2. جدع يا ولد، الله ينور عليك. هي دي الفتره اللي فيها اشارات موجبه. اقواسها اخبارها ايه؟ مغلقه يا مستر وانا عبيط؟ مفتوحه طبعا. ليه؟ اللي فاتت كانت مفتوحه. يا حمار يا حمار، هيطلع لك ديل. اللي فاتت الاقواس كانت مغلقه، وعلامه الفرق اللي بعد الحاء هي اللي عكستها. لكن دي الاقواس اوريدي مغلقه لان مفيش فرق. ادي الداله الخمسه الشبه جذريه. بنقول عندنا داله كسريه وداله جذريه وداله كثيره حدود وداله شبه جذريه وداله جذريه شاذه. تعال نبص على المفاجاه اللطيفه دي. كل دي مسائل على الداله الجذريه الشاذه. كل دي مسائل تقيله على الداله الجذريه الشاذه. تعال نبص على الداله دي. طب انت ما حلتش معانا المسائل دول ليه؟ نزلهم لك فيديو حل الواجب. طبعا حاطط لك فيديو حل الواجب في حل المسائل دي، ولازم انت تتدرب عليهم بنفسك. تعالى يا باشمهندس، ايه ده بقى يا مستر بالصلاه على النبي؟ ايه الداله الغريبه دي؟ ايه القوس ده؟ اسمها الداله المعرفه باكثر من قاعده. الداله المعرفه باكثر من قاعده. داله س تساوي ايه ده؟ ملهاش شروط؟ الدوال اللي فاتت كان لها شروط وليها قاعده، دي ولا ليها شروط ولا ليها قاعده، لانها مميزه جدا. زي ما انت شايف الداله دي بيبقى قاعده 2 3 او قاعده 2 وفي فترات جنب منها. طب وانا اجيب مجالها ازاي يا مستر؟ تجيب مجالها على خط الاعداد. حضرتك بترسم خط اعداد وتمثل الفترات دي، مالكش دعوه بالداله نفسها، انت ليك دعوه بالفترات دول، هم دول المجال بتاعك. بتعمل اتحاد الفترات دي تطلع لك المجال مباشره. مش فاهم يا مستر؟ تعالى يا حبيبي، دي سهله خالص. ادي خط الاعداد اهو. يلا قول لي من اول، حبوهم قوي، من اول خالته سالب ما لا نهايه لغايه عمته موجب ما لا نهايه. يلا نمثل اول فتره. والله يا مستر اول فتره بالصلاه على النبي كده بيقول لي س اصغر من 3، يعني من اول 3 المفتوحه لغايه سالب ما لا نهايه اصغر. كل ده معايا، انا موافق. ادي مجال الداله الاولانيه، القاعده الاولانيه. طب والقاعده الثانيه؟ تعالى كده نجيب مجالها. من اول 3 المغلقه. الله، مش ال3 دي مفتوحه؟ طب ما هي اتكررت كمان مره مغلقه، يبقى نغلقها يا مستر. يلا حبيبي نغلقها. يلا نغلق ال3. اتغلقت، بقت معانا. اتغلقت يعني هي نفسها بقت معانا. ما تيجي نسودها عشان تبقى نشتغل في الاسود كده. ال3 اتغلقت معانا اهي. لغايه كام؟ لغايه 5 المفتوحه. 5 المفتوحه، ادي 5 المفتوحه يا سيدي. كل ده انضم لينا في المجال كده. ال3 مغلقه يعني ال3 معانا، موجوده معانا. ال5 مفتوحه يعني ال5 نفسها مش معانا، كل اللي قبلها الناحيه دي معانا، لكن ال5 نفسها مش معانا. طيب نخش على القاعده الثالثه. من اول 5 لايه؟ المفتوحه، يعني ال5 دي تظل مفتوحه لانها في المرتين اتكررت ايه؟ مفتوحه. مستر انا اتلخبطت في ايه؟ والله يا مستر اتلخبطت في مين مغلق ومين مفتوح. دي لخبطتني ولا اتلخبط ولا حاجه. اسمع كده، اسمع من جده الكلمتين دول. لو الرقم اتكرر، انا لاحظت ان انت اتلخبطت في الارقام المتكرره. لو الرقم اتكرر مرتين مفتوح معهوش يساوي، تظل الدايره مفتوحه.
الرقم اتكرر مرتين مغلق تظل مغلقة. الكلام ده ما فيهوش لخبطة، الرقم مرتين مفتوح زي الخمسة كده، جت هنا مفتوحة وهنا مفتوحة تظل مفتوحة. ضايقك في ايه دي؟ امال اللخبطة بتحصل امتى؟ بتحصل لما يكون واحد مغلق والتاني مفتوح. المغلق يغلق المفتوح، يعني التلاتة اتكررت، مرة مفتوحة ومرة مغلقة، يبقى التلاتة اغلقت خلاص. المغلق يغلق، المفتوح على خط الأعداد. المغلق يغلق، المفتوح على خط الأعداد. الفترة الثالثة بقى س أكبر من 5، من أول الخمسة. طب لغاية فين؟ من أول الخمسة لغاية ما لا نهاية، كل ده معايا. ها، بص كده على خط الأعداد وقول لي إيه اللي معايا بقى في المجال. والله مثلا أنت خدت الخط كله، كذاب، في رقم ما خدتوش. مستر ما أنا عارف الخمسة ما خدناهاش. يبقى المجال بتاعنا الخط كله ما عدا الخمسة. الخط كله ما عدا مين؟ ما عدا الخمسة. يعني لما اجي اكتب مجال دالة س هكتب ايه؟ هقول له مجال دالة س بيساوي الخط كله، يعني ح، ما عدا يعني فرق الخمسة، ده رقم، يبقى رقم واحد مش فترة، يبقى قوس مجموعة. طب كرر لي تاني يا مستر. ما تكرر انت، ما تكرر انت، وقف الفيديو، حل دي لوحدك، وبعد ما تحلها تعالى نشوف الحل سوا. بس دي اصلها صعبه ولا حاجه، دول قاعدتين بس. هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دول ما يهمونيش في حاجه، انا يهمني دول، هم دول فترات الداله اللي هيطلعوا لي المجال بتاعي. الداله المعرفه باكثر من قاعده. ادي خط اعداد حلو جميل اهو عشان نمثل عليه الفترات دي. يبدا من اول ما لا نهايه، من سالب ما لا نهايه لغايه عمته موجب ما لا نهايه. طب يلا نمسك اول فتره يا مستر. يلا جميل، مثل اول فتره. يلا اقول من اول سالب 2 المفتوحه. مفتوحه ليه؟ عشان معهاش يساوي. العلامه فاتحه بقها شمال، يعني اصغر. كل ده معايا. الفتره الثانيه من اول 4 المغلقه. ليه مغلقه بطل يا مستر؟ عشان فيها يساوي، هي علامه يساوي اكبر من او يساوي. اللي يساوي دي غلقت الفتره. حلو، لغايه فين؟ لغايه ما لا نهايه. كل ده معايا. عظمه العظمه. عظمه ايه بس يا مستر؟ ده انا مش عارف اقرا المجال. ده المجال ده هقراه ازاي؟ مش انت كده ظللت الخط كله ما عدا الحته اللي في النص؟ طب ما تترجم العربي لرياضه. يلا قول انت كده، انا عارفك هتعرف تقول، والله ان شاء الله هتعرف تقول. كلمه الخط كله معناها ايه؟ ايوه معناها ها، جدع. يبقى مجال دالة س بيساوي الخط كله ها. طب وما عدا يعني فرق يا مستر. الحتة دي حتة ولا رقم؟ فترة ولا رقم؟ لا دي فترة، يبقى نقراها من الشمال لليمين. من أول سالب 2 لغاية 4. طب والأقواس؟ لا شربت المقلب ده قبل كده واتعلمته. لما تيجي علامة فرق بتعكس الأقواس اللي وراها. يبقى السالب 2 دي كانت مفتوحة هتغلق، والأربعة دي كانت مغلقة هتفتح. يبقى ح فرق سالب 2 و4. ادي الداله المعرفه باكثر من قاعده. ما تعد لي كده الدوال اللي احنا خدناهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول داله الداله الكسريه، تتكون من بسط ومقام ولا تحتوي على جذور زوجيه. مجالها ح فرق اصفار المقام. تاني داله الدالة الجذرية، تقع بكاملها تحت الجذر، ودليل الجذر عدد زوجي. مجالها حل المتباينة الصفرية. بناخد اللي تحت الجذر كله ونقول أكبر من أو يساوي صفر. تالت دالة كثيرة الحدود. شروطها لا تحتوي على كسور ولا تحتوي على جذور زوجية. مجالها بدون خطوات
وبدون تفكير مجالها ح. الدالة الشبه جذرية. نقول تاني الدوال، يلا نرص الدوال سوا، يلا نجمع كده الست دوال اللي احنا خدناهم. يلا صلي على سيدنا رسول الله. يلا اجمع حالك كده، عد معايا. انا هقول اسم الدالة وانت تقول شروطها وانت تقولي القانون بتاعها. اول دالة اسمها الدالة الكسرية. يلا قول شروطها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسط ومقام، وايه كمان؟ لا تحتوي على جذور زوجية. الله ينور عليك يا ابني. طيب نجيب مجالها ازاي؟ قول انتي نجيب مجالها ازاي. مجال الدالة الكسرية ح فرق اصفار المقام. الله ينور. طيب نخش على تاني دالة اسمها الدالة الجذرية. والله برافو عليكم، انتوا بتقولوا احسن مني. مجال الدالة مجال الدالة الجذرية. يعني ايه دالة جذرية؟ والله يا مستر الدالة الجذرية دي بالصلاة على النبي تقع بكاملها تحت الجذر، ودليل الجذر عدد زوجي. طب بنجيب مجالها ازاي؟ حل المتباينة الصفرية، ناخد اللي تحت الجذر كله ونقول أكبر من أو يساوي صفر. طيب تالت دالة كثيرة الحدود، لا تحتوي على كسور، لا تحتوي على جذور زوجية. مجالها بدون خطوات وبدون تفكير مجالها ح. الدالة الشبه جذرية، يلا قولوا. فيها 3 شروط، أفكركم 3 شروط، يلا قولوا. تكون على صورة بسط ومقام. بسطها دالة كثيرة حدود، مقامها دالة جذرية. طيب ودي بنجيب مجالها ازاي؟ بناخد اللي تحت الجذر في المقام ونقول أكبر من غير يساوي صفر. حل المتباينة الشبه جذرية. الدالة الخامسة كان اسمها الدالة الجذرية الشاذة. لقب شاذة ده جالها منين؟ ان جوه الجذر في س تربيع. برضو 3 شروط اوعى تنسى. تقع بكاملها تحت الجذر، دليل الجذر عدد زوجي، تحتوي على س تربيع داخل الجذر. بنحلها ازاي؟ بناخد اللي تحت الجذر ونقول اكبر من بس من غير يساوي صفر. اكبر من او يساوي صفر، وبعدين نعملها معادلة صفرية ونعمل خط الاعداد بين الجذرين عكس إشارة س تربيع الأصلية، بره الجذرين مثل إشارة س تربيع الأصلية. آخر دالة كانت الدالة المعرفة بأكثر من قاعدة، ودي حضرتك ملناش دعوة بالدالة، احنا بناخد الفترات نمثلها على خط الأعداد. اللي احنا شرحناه ده اسمه المجال جذريا. تعال بقى نشوف ازاي نجيب المجال بيانيا. مجال الدالة بيانيا. لو عندي رسمة زي كده وعايز اجيب المجال، اعمل ايه يا مستر؟ بسيطة حبيبي، ببساطة كده واختصار في 2.5 كلمة. احنا قلنا المجال اللي هو مسقط الدالة السيني، المسقط على محور السينات. طب انا عندي رسمة زي كده، اجيب المجال ازاي؟ غني مع جده يا طرف شمال وطرف يمين اسقط على س، النقطة تسقط على نقطة والسهم يسقط على سهم. بس خلصت. ما فهمتش حاجة يا مستر، بس غني تاني. يلا غني تاني وانا هفهمك الأغنية دلوقتي. نجيب المجال بيانيا ازاي؟ طرف شمال وطرف يمين اسقط على س، طرف شمال وطرف يمين اسقط على س، النقطة تسقط على نقطة والسهم يسقط على سهم. ممكن نشرح الأغنية؟ تعالى نشرح الأغنية، ولا بنخاف ولا بنتهدد. ادي دالة قدام اهي، عايز اجيب المجال. امسك طرف الدالة الشمال، ادي طرف الدالة الشمال اهو، ده نقطة ولا سهم؟ سهم. يلا اسقطوا على محور السينات. يسقط عند -2 يا مستر. غلط، مش احنا في الأغنية كنا بنقول السهم يسقط على السهم اللي زيه؟ يبقى السهم ده يسقط على السهم اللي زيه ده. اسمه ايه السهم ده؟ السهم ده اسمه سالب ما لا نهاية يا مستر. جميل. طرف يمين اهو، الطرف اليمين اهو، مش ده سهم برضو؟ يسقط على السهم اللي زيه موجب ما لا نهايه يا مستر. يبقى المجال بتاعك هنا من اول فين لغايه فين؟ من اول سالب ما لا نهايه لغايه موجب ما لا نهايه. اسمه ايه ده؟ ده اسمه ح. المجال ده اسمه ح. طب مستر في هنا
عند الواحد الدالة غير معرفة بسيط، يبقى فرق اسقط على السينات برضو الواحد. بس كده. لا تاني يا مستر ما استوعبتش معاه. ده منحنى بقى، ده منحنى اهو. طب خلي المنحنيات دلوقتي، خلينا في الخطوط المستقيمة الأول. دالة زي دي عايز أجيب مجالها، هتصرف إزاي؟ إحنا جبنا مجال الدالة رقم 1 وبنجيب مجال الدالة رقم 3 عشان ده خط منحني هنتكلم عنه لوحده شوية. والله يا مستر أنا همسك الدالة، أنت قلت الأغنية بتقول طرف شمال أهو، طرف شمال سهم يسقط على السهم اللي زيه سالب ما لا نهاية، وطرف يمين سهم يسقط على السهم اللي زيه ما لا نهاية. كده المجال بتاعي من أول سالب ما لا نهاية لغاية موجب ما لا نهاية يعني ح. هل في حاجة غير معرفة في الدالة؟ يعني في جزء مش موجود؟ لا والله يا مستر الدالة دي دالة متصلة اهي زي الفل، يبقى الدالة دي مجالها ح. طب تعالى لي يا باش مهندس للدالة دي. انت ليه سايب المنحنيات؟ المنحنيات هقول لك كلمه عليها لوحدها. ده دلوقتي ادي شعاع ودي شعاع، داله جميله زي الفل. بس يا مستر دي قطعتين، هات مجال كل قطعه لوحدها. ايه المشكله؟ الداله دي داله جميله جدا، بس انا عايزك تفكر معايا كده نجيب المجال ازاي. نمسك كل قطعه لوحدها ونغني الاغنيه. الاغنيه كانت بتقول ايه؟ طرف شمال وطرف يمين اسقط على س، النقطه تسقط على نقطه والسهم يسقط على سهم. تجيب المجال فورا. طرف شمال سالب ما لا نهاية، طرف يمين 1 مفتوح. يبقى كل الحتة دي كده معانا في المجال. من أول كام لغاية كام يا بطل؟ يا مستر والله الحتة دي كده من سالب ما لا نهاية لغاية 1 المفتوح. الله ينور عليك وعلى والديك. بس في جزء تاني من الدالة يا مستر، اصل الدالة دي كده معرفة بقاعدتين. طب ومال؟ يلا نجيب مجال الحتة التانية من اول 1 المفتوح. مستر هو انا ليه ما اسقطتش على -2؟ هو انت بتقول الاغنية كانت بتقول ايه؟ طرف شمال وطرف يمين اسقط على على محور السينات. افتكرت يا مستر جدع ياض. يلا يعني عندي نقطة مفتوحة أسقطتها مفتوحة اهي، ما عملتلهاش حاجة. طرف يمين آخر اليمين بتاعي سهم يسقط على ما لا نهاية. يبقى كل الجزئية دي كده تبعي في المجال. ها إيه اللي معاك في المجال؟ والله يا مستر كده المجال من أول سالب ما لا نهاية لغاية موجب ما لا نهاية ما عدا الواحد بس مفتوح، يعني ح فرق الواحد. الله ينور عليك وعلى والديك. تعال للدالة دي، الدالة الأخيرة دي. والله يا مستر الدالة دي متصلة ببعضها. طرف شمال سهم يسقط على سالب ما لا نهاية، طرف يمين سهم يسقط على ما لا نهاية. يبقى كل ده معايا في المجال من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية. يبقى المجال بتاعي ح. امال انت كنت سابه مستر المنحنيات ليه؟ عشان بس كنت عايز اعلمك كلمة بسيطة خالص. صديقي مش ده منحنى؟ اللي هيبص لدي هيظن ان هي نقطة. قول له انت غلطان يا حبيبي، المنحنى نهايته مش نقطة، المنحنى نهايته سهم. بس السهم ده مش بيترسم مع المنحنيات. يعني هو هنا كده في سهم يا مستر كده وهنا في سهم يعني الدالة دي ممتدة ايوه بس مش بيترسم. فانا كنت سبت المنحنات عشان اقول لك بس خد بالك من اللقطة دي. لما تلاقي منحنى تبقى انت فاهم، لما تلاقي منحنى يبقى انت فاهم ان نهايته ممتدة بس السهم مش مرسوم. بص انا شلت السهم اهو، السهم مش مرسوم انما هو موجود. يعني المنحنى ده ممتد الى ما لا نهاية وممتد الى ما لا نهاية. فبالتبعية لما تيجي تجيب المجال لازم تكون واخد بالك هو بدايته نقطة ولا بدايته سهم. واخد بالك انت؟ تعال بقى معايا نجيب مجال الكام منحنى دول. يلا بينا. مجال المنحنيات والله طرف شمال. قول الاغنيه تاني. المجال بيساوي ايه؟
طرف شمال وطرف يمين. مستر ينفع اقول طرف يمين الاول؟ لا، لان الفترات بتتقري من الصغير للكبير، فلما تيجي حضرتك تقول الاغنيه دي تلاقي نفسك بتقول ايه؟ المجال بتاعنا. يلا قولها تاني، قولها تاني معايا، يلا قول تاني كده وركز معايا. طرف شمال وطرف يمين، اسقط على س، النقطة تسقط على نقطة والسهم يسقط على سهم، وتريح نفسك. طب لو النقطة مفتوح تسقط مفتوح، النقطة مغلق تسقط مغلق، والسهم دايما هينزل عند الما لا نهاية والسالب ما لا نهاية، فيبقى مفتوح. يلا يا باشا، المنحنى ده متصل ما فيهوش أي جزء غير معرف. يلا نجيب المجال. طرف شمال أهو، نقطة ولا سهم؟ ياض مش نقطة، تاني أو جننتني. المنحنى هنا فيه سهم بس السهم مش مرسوم، هنا كده في سهم بس السهم مش مرسوم، السهم يسقط على السهم اللي زيه سالب ما لا نهاية، وهنا في سهم يسقط على السهم اللي زيه ما لا نهاية، يبقى المجال ح. طب ادي كمان منحنى، بس دول قطعتين يا مستر، ولا بنخاف ولا بنتهدد. ايه قطعتين يعني؟ هنجيب مجال كل قطعة لوحدها. القطعة دي من اول، مش ده سهم يسقط على السالب ما لا نهاية، مش دي نقطة مفتوحة تسقط على محور السينات مفتوح. ايه ده الصفر. صدق يا مستر اتخدعت وقريتها -2 عشان ما اسقطتش على السينات، عشان انت نسيت تسقط على محور السينات، وانا حست اتنابح اسقاط على س، اسقاط على س، اسقاط على س، مش على صاد. صاد ده لسه درس جاي، كلمة في سرك اسمه المدى، مدى الدالة بيانيا، الحصة الجاية هنتكلم عنه. يبقى هنا المجال بتاعي للدالة دي من أول سالب ما لا نهاية المفتوحة لغاية صفر المفتوح. طب والدالة دي طرف شمال نقطة مفتوحة، اسقط على السينات، أسقطنا، صفر مفتوح برضو. طرف يمين سهم، لأن ده منحنى يبقى ده سهم. أمال إمتى منحنى يبقى نقطة؟ لو عمل لي كده، لو حط لي إكس كده، يبقى أنا عارف إن دي كده نقطة، مش سهم. إنما هو هنا ما حطش دي، يبقى بالتبعية ده سهم يسقط على ما لا نهاية. يبقى المجال بتاعي من أول فين لغاية فين؟ المجال بتاعي من أول الصفر المفتوح لغاية الما لا نهاية. لو تلاحظ بتلاقي المجال بتاعي بقى الخط كله يعني ح، ما عدا يعني فرق الصفر. دالة دي منحنى يا مستر، دي دالة سهلة خالص، مش دي متصلة على بعضها اهي، مش دي متصلة؟ مش يعني ما فيش نقطة غير معرفة ولا أي حاجة، لا ما فيش. هات المجال مستر، سهلة خالص، طرف شمال سالب ما لا نهاية، طرف يمين موجب ما لا نهاية، يبقى من سالب ما لا نهاية لغاية موجب ما لا نهاية المجال الخط ده كله يعني ح. سهلة يا سيدي. طب وإيه ده يا مستر؟ مش دول قطعتين؟ هات مجال كل قطعة لوحدها. طب القطعة دي هجيب مجالها ازاي؟ والله من أول ده سهل، يبقى يجيب لي سالب ما لا نهاية لغاية ده سهل بس ما لمس الخط، ما لمس الخط يبقى يسقط عند الصفر المفتوح. لما يسقط هيسقط عند الصفر المفتوح. كل ده كده يا باشا مجال. والتانية زيها من أول صفر المفتوح لغاية ما لا نهاية. يلا قول انت بقى المجال، آخر واحدة اهي، يلا قول المجال بتاعها ايه؟ والله يا مستر الخط كله يعني ح، ما عدا يعني فرق الصفر المفتوح. بس كده يا سيدي، ادي كل الحدوته. يبقى احنا من فضل الله علينا النهارده درسنا ايه في المحاضره دي؟ درسنا المجال جبريا وبيانيا. يلا نلخص المحاضره يا باشا. درسنا ايه محاضره النهارده؟ درسنا المجال جبريا والمجال بيانيا. المجال جبريا والله عندي 6 اشكال للداله. اتعرفت على الداله الكسريه والداله الجذريه والداله كثيره الحدود والداله الشبه جذريه والداله الجذريه الشاذه والداله المعرفه باكثر من قاعده.
طب وفي الدالة بيانيا والله اتعرفت على الدوال الخطية والثابتة اللي بتترسم خطوط مستقيمة، واتعرفت على مجال الدوال اللي بتترسم منحنيات زي التربيعية والتكعيبية والكسرية وأي رسمة. بس أدي كل القصة، وكده خلص درس المجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة اللي جاية إن شاء الله هنكمل الدوال الحقيقية. السلام عليكم.